بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطيره سهله وبسيطه ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود. هنعملها بالجلاش. هنعمل مع بعض احلى فطير شرقي بالسجق. بجد وجبه حلوه جدا ومشبعه. يلا بينا نشوف جهزناها ازاي. هنبدا نجيب الحله بتاعتنا. هنجهز اول حاجه الحشوه بتاعتنا. هنجيب الحله بتاعتنا، مش هحط فيها اي ماده دهنيه، وهكون جايب معايا ده نص كيلو من السجق. اما اقطعوه كده قطع صغيره زي ما انتوا شايفينه كده. تقدروا طبعا تقطعوه الحجم اللي انتوا عايزينه. انا قطعته بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، وما حطيتش اي ماده دهنيه في الحله بتاعتي، لان السجق بيكون فيه ماده دهنيه فهو هينزل الماده الدهنيه بتاعته. هسيبه كده هو دقيقتين، مش هقلب فيه، واول ما ياخد لون من تحت كده هبدا اقلبه على الاتجاه التاني. شايفين انا اول ما حطيته هيبدا ينزل الماده الدهنيه اهو، ولسه كمان هينزل كمان. هنبدأ بقى نسيبه كده دقيقتين 3 مع بعض لحد ما لونه كده يبدأ يغير ويكون داخل في السوا بتاعي. هكون مجهزة معايا الخضار بتاعي. معايا هنا فلفل اخضر وفلفل اصفر وطماطمية شايلة منها البذر ومقطعاهم كده مكعبات صغيرة. طبعا الحشوات تقدروا تستخدموا اي حشوة انتوا بتحبوها. وبرضو في الخضار تقدروا تضيفوا اي خضار انتوا عايزينه، يعني مثلا لو عايزين تضيفوا كمان معاها فلفل حار تقدروا تزودوا معاها فلفل حار معاها. هحط كمان معايا ده زيتون. حطيت اسود واخضر. لو موجود اي بقى نوع من الزيتون، اسود بس اخضر بس، برضك تقدروا تستخدموا حاجه واحده بس اللي موجوده. هنقلبهم بقى كده كويس دقيقتين 3 مع بعض. انا مش هستخدم اي توابل في الوصفه هنا. يعني السجق التوابل بتاعته لقيتها مظبوطه وحطينا زيتون، فعشان ما تبقاش الحادقه معايا قوي. فانتوا دوقوها، لو حسيتوا ان هي محتاجه ملح او اي توابل عايزين تضيفوها ضيفوها. هنبدأ بقى نجهز التوريقة بتاعتنا اللي هنورق بيها ورق الجلاش. معايا هنا كوباية من اللبن الرايب، تقدروا تستبدلوها بكوباية من الزبادي، وحطيت معاها ربع كوباية من الزبدة و3 معالق كبار من الزيت. هنقلبهم كده كويس جدا مع بعض. كمان انا حطيت هنا رشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الفلفل الاسود. خلاص كده التوريقة بتاعتي جاهزة. هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا اللي هنستخدمها. طبعا تقدروا تستخدموا صينيه بردك مدوره او مربعه، اللي انتوا عايزينه. انا استخدمت مدوره عشان تدينا نفس الشكل اللي بنشتريها من بره بالظبط. هنبدا بقى نحط كده من التوريقه بتاعتنا او من الخلطه بتاعتنا اللي احنا جهزناها في ارضيه الصينيه، وهنوزعها كده في الصينيه كويس. وهجهز معايا لفه جلاش. انا الجلاش ده كان عندي في الفريزر. طبعا لو في جلاش انتوا شارينه صابح وجديد فهيبقى برضك حلو معاكم. لو عايزين ما الجلاش برضو ممكن تقطعوه كده هو شرايح رفيعة، وتحطوا منه شوية في أرضية الصينية، وبعدين تحطوا الحشو وتحطوا بقية الشرايح على الوش. برضو هتديكوا نفس الشكل ونفس النتيجة. بس أنا استخدمته كده زي ما هو عشان يدينا نفس الشكل بالظبط من بنشتريها من بره. طبعا الفطيرة دي بره بتتباع غالية جدا. فاعملوها في البيت بجد سهلة وما خدتش والله وقت خالص وموفرة جدا ومشبعة وهتعجب ولادنا. هنحط بقى كده طبقة. هنستخدم ورقتين ورقتين من ورق الجلاش، وهنوزعهم كده في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحط ورقتين، كل ورقتين عكس بعض، وكل ورقتين هنحطهم هندهنهم بالتوريقة بتاعتنا دي. بجد طعمها حلو جدا مع الجلاش، مديها طعم يعني مخليها طريقة الفطيرة في الاخر طلعت طرية جدا من جوه، وناشفة كده هوت مقرمشة من بره. بجد كانت روعة، ومديالها كمان ريحة حلوة جدا. حطيت بقى كمان ورقتين كده اهوت من العكس كمان، وهنحط برضك من الناحية التانية ورقتين كمان. احنا هنستخدم لفة الجلاش كلها. هنفضل نوزعهم كده اهوت بالطبقات كده اهوت زي ما انتوا شايفين، وهنسيب ورقتين في الاخر خالص عشان نبقى نغطي بيها وش الفطيرة بتاعتنا. هنعمل الكمية كلها بنفس الشكل ونفس الطريقة كده. هنبدأ بقى نجيب الحشوة بتاعتنا. طبعا خلاص كانت بردت بقى تماما، عشان كده احنا جهزناها في الاول. هننزل بالحشوه بتاعتنا كلها، وزي ما قلت لكم الحشوات تقدروا تستخدموا اي حشوه انتوا تحبوها. انا استخدمت السجق، ممكن تستخدموا لحمه مفرومه او فراخ
ممكن تكون ميكس جبن. كمان لو عايزين ما تحطوش اي حشوات خالص، يعني لو مفيش اي حشوات متوفره تقدروا تعملوها بنفس التوريقه اللي احنا عملناها ديت، ويطلع معاكم فطير شرقي عادي جدا. هنبدأ بقى نقفل الورق بتاع الجلاش، وبرده واحنا بنقفل هنعمل برضك نفس الخطوة، كل ورقتين هنقفلهم هندهنهم بالتوريقة دي. انا كنت مجهزة شوية من الجبنة الموتزاريلا، كنت هحطهم مع الحشوة بس نسيت احطهم، فانا هحطهم بقى على الوش الفطيرة من فوق لما اخلصها. عايزين كمان تزودوا معاها جبنة رومي او ميكس جبن مع السجق، برضك بتبقى حلوة. هنقفل ورقة الجلاش كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد بنات والله جربوها، مش قادره اقول لكم طلعت ريحتها عامله ازاي وطعمها وشكلها. الفطيره دي بتتباع بره غاليه جدا، يعني انا مش عارفه هي غاليه ليه. يعني احنا الموضوع كله ما كلفناش غير نص كيلو من السجق ولفه جلاش. تكلفتها بسيطه جدا ويعني بجد ولا مجهود ولا ميزانيه ولا اي حاجه. وهتطلع معاكم حلوه جدا واحلى كمان وانضف من اللي بنشتريها من بره. خلاص كده خلصنا الكمية كلها. هقفل بقى الوش باخر ورقتين زي ما قلت لكم، وهندهنها برضو بنفس التوريقة وشوية من الجبنة الموتزاريلا. حطيتهم كده هوت على الوش، وطبعا مسخنين الفرن. قعدت لها في الفرن تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة، مش هتاخد وقت اكتر من كده. احنا عارفين الجلاش ما بياخدش وقت خالص في السوا، فانتبهها وما نزودش عليها في الفرن. حطيناها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. هحط بقى شويه من الجبنه الموتزاريلا زي ما قلت لكم، وهسيب شويه لما تطلع من الفرن. هحط بردك شويه عليها وهي سخنه كمان بعد ما تخرج من الفرن. كمان يا بنات لو عايزين تعملوها كده وش بيتزا، بردك تقدروا تعملوها كده. يعني ممكن تسيبوا شويه من الحشوه، تقوموا جايين حاطينها كده هو بردك على وش الفطيره، بردك هتطلع معاكم جميله. انا حبيتها، حطيت الحشوه كلها في النص وحبيتها انها تطلع زي شكل الفطيره بالظبط من نشتريها. شايفين شكلها عامل ازاي بعد ما طلعت؟ والله ما قادره اقول لكم، ريحتها كانت فظيعه وطعمها كمان احلى واحلى. هقطعها واوريكم شكلها من جوه. وكده خلاص انا هكون بقى وصلت معاكم لنهايه الفيديو. جربوها وقولوا رايكم فيها في الكومنتات، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. هسيبكم بقى تشوفوا شكلها وقولوا رايكم فيها.